إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. والله العظيم اليوم المعنى الحقيقي تاع تبهديله ما تمناهاش لعدوك. يا أخي إحنا أعداء في كرة القدم، خليها في كرة القدم باش ما نروحوش لأمور أخرى. إحنا أعداء في كرة القدم. والله العظيم التبهديلة هذه غير أنا حشمت في بلاصتكم. أكبر تبهديلة في تاريخ كرة القدم. أنا ما شاهدتهاش من قبل وما حكاوليش عليها الآباء تاعنا. أكبر تبهديلة صرات في كرة القدم، يعني وكأننا نلعب في تورنوا تاع حكاية مول البالون نربح بالسيف. لاعبي منتخب السنغال كانوا رجال، خرجوا من الملعب، بهدلوكم أمام الملأ، وصلوا الرسالة للعالم. تخيل هذه بطولة قارية، نهائي كأس إفريقيا في سنة 2026 في عالم التطور، في عالم الفار. تصفر ضربة جزاء خيالية بعد مشوار خيالي، يعني مشوار كله بمساعدة التحكيم. منذ بداية البطولة منتخب السنغال فعل ما كان على المنتخبات أخرى أن تفعله. كان من الممكن أن تفعل نفس الشيء الجزائر، وكان من الممكن الكاميرون وزامبيا قبلها اللي لغيتوا لهم ضربة جزاء في دقيقة 94. منتخب السنغال تحياتي، كانوا رجال، يعني كانوا أبطال اليوم فوق الملعب وخارج الملعب، يعني مسحوا بكم الأرض. الحاجة الأولى وصلوا صوتهم للعالم كما قلت. أرسن فينجر كان في الملعب، سبيد بلايف سبيد اللي كان البارح في الجزائر كان اليوم في الملعب لايف 50 مليون مشاهد. شخصيات كبرى، قنوات عالمية تنقل الخبر، يعني وصلوا صوتهم للعالم. لاعبين كبار يلعبوا في أكبر الأندية الأوروبية، مرضوش بالظلم، يعني أشياء لم يشاهدوها من قبل حتى مكان. العدالة الإلهية، يعني لازم نتكلموا على العدالة الإلهية مادام أني بديت بآية قرآنية. اليوم لم تكن مجرد مباراة في كرة القدم، والله العظيم. يعني لما تعجز الحسابات وتنهار الروايات تتكفل العدالة الإلهية بالرد. هذا ما شاهدناه اليوم. الله سبحانه وتعالى نصرهم بالرغم من الظلم التحكيمي، بالرغم من الجماهير اللي دارت عليهم ضغط كبير، بالرغم مما عانوه من في الفنادق، تنقلهم بالحافلة من مكان بعيد جدا، عدم وجود ملاعب للتدريبات، كل شيء تكلم عليه المدرب منتخب السنغال. ضربة جزاء في دقيقة، يعني نفذوها في دقيقة 97 أو 96، عطاهم ضربة جزاء. تخيل أنت تسجلها تروح. وصلوا صوتهم للعالم، جرجروكم، بهدلوكم، وزادوا ربحوكم. بطولة إفريقيا اللي ما ربحتوهاش منذ أكثر من نصف قرن، ما راحش يربحوها في النصف قرن الجاي، لأنه ما راحش يكون تنظيم مثل هذا بلقجع وبموتسيبي يعني مستحيل. خلاص حلم المغاربة بتعليق النجمة الثانية انتهى، وحتى النجمة الأولى ما نتكلموش عليها لأنه لعبتوا في عصر الديناصورات. الحكم كان يصفر وقتها بفمه. في بطولة شاركت فيها 4 منتخبات فقط، ربحتوا مبارتين، توجتوا باللقب، يعني ماشي محسوبة. احنا نحسبوا بالنظام الجديد. هنيئا لمنتخب السنغال. والله أبطال، خاصة المدرب. حبيت نتكلم عليه، مدرب منتخب السنغال يعني زعيم وراح يتكلم عليه التاريخ، حتى لو عاقبه الاتحاد الإفريقي، حتى ولو لم يلعب المونديال، حتى ولو أعدم سيتكلم عليه التاريخ كثيرا. سيذكر بأنه في يوم من الأيام حدثت مجازر تحكيمية بأرض المغرب في أسوأ بطولة إفريقيا على الإطلاق منذ تأسيسها، وجاء مدرب وأخرج نجوم كبار من الملعب وجاب نتيجة، يعني وصل صوته للعالم. وأبطال السنغال عادوا وانتصروا. اللهم لا شماتة، هذه ليست شماتة، ولكن لازم تتكلم على الظلم، لأن الظلم لا يرضاه لا الله ولا حتى المغاربة أنفسهم ما يرضوش أنهم يدوا. يعني وكان ربحتوها اليوم بهذيك ضربة جزاء تفرحوا؟ مستحيل. والله نتحداك أنك تفرح من قلبك، لأنه بطولة مسروقة. البطولة ذهبت لمن يستحقها في الأخير. شكرا لمنتخب السنغال، الحمد لله تعالى على نصرته للحق. انتهى.
انتصر الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. السلام عليكم.